كبرنا واحنا مقتنعين ان اللبن بيساوي صحة، صح؟ طيب ايه رأيك لو اقولك ان في ناس كتير جسمها اصلا مش متصمم يشربوا بعد الطفولة، وانه ممكن يكون سبب تعب وانت مش واخد بالك؟ خلينا نفهمها ببساطة. جسم الانسان بيطلع انزيم اسمه اللاكتيز، وده المسؤول عن هضم سكر اللبن. المشكلة ان الانزيم ده بيقل تدريجيا مع العمر، وعشان كده نسبة كبيرة من البالغين حوالين العالم بيعانوا من حاجة اسمها عدم تحمل اللاكتوز. يعني جسمك ببساطة مش بيعرف يهضم اللبن كويس، وده ممكن يترجم لأعراض انت يمكن حاسس بيها فعلا، زي انتفاخ وغازات ومغص، واحيانا مشاكل في الهضم بدون سبب واضح، وفي بعض الحالات ممكن يظهر على شكل حب شباب او حتى زيادة في المخاط. مش كل الناس، بس الموضوع شائع اكتر مما تتخيل. طيب هل ده معناه ان اللبن وحش؟ لا خالص، اللبن فيه عناصر مهمة زي الكالسيوم والبروتين، واحيانا بيكون مدعم بفيتامين دي. بس النقطة الأهم، مش لازم تاخدهم منه بس. لو لاحظت إن اللبن بيتعبك، في بدايل كتير تقدر تعتمد عليها بسهولة، زي لبن اللوز أو الشوفان أو الصويا. وبرضه تقدر تاخد الكالسيوم من أكل طبيعي زي السبانخ واللوز والسمسم والسردين. يعني ببساطة عندك اختيارات، والكلام ده مش رأيي، ده مدعوم بأبحاث في مجالات زي النيتريشن ساينس، جاسترينتريولوجي، اللي بتأكد إن اللبن مش ضروري لكل الناس، وفي نفس الوقت مش خطر على الكل. الموضوع بيعتمد على جسمك انت. فالخلاصة ببساطة، لو اللبن مريحك كمله، لو بيتعبك ما تتجاهلش الإشارة. جسمك دايما بيقولك الحقيقة، بس محتاج تسمعه. دلوقتي بصراحة، عمرك حسيت ان اللبن بيتعبك؟ قولي في الكومنتات. ولو مهتم تعرف الحقيقة العلمية لباقي الأكل، مش الكلام اللي اتعودنا عليه، تابعني، لأن اللي جاي هيغير نظرتك خالص.